ماذا ذهب الشيخ محمد الحسن الموريتاني ولد الدودو إلى مدينة العيون ونناقش ما قالوا عنه وكيف هاجموه وكل شيء. أولا نناقش ظاهرة عند إخواننا في الجزائر، هذه كارثة كارثة، وأعتقد أنه لا توجد إلا عند هؤلاء الناس، عند هذا المجتمع. تقريبا هو المجتمع الوحيد اللي موجود الآن على كوكب الأرض، على هذه الأرض التي نعيش عليها. هذا هو المجتمع الوحيد الذي لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغير، ولا عندهم احترام للشيخ ولا لامرأة ولا لصغير ولا لكبير، بل أن الأمر يصل إلى مسألة أنه لا يقدرون حتى الذات الإلهية. وهذه واحدة من المعضلات، واحدة من الكوارث. تخيلوا مثل هذا الشيخ الوقور، هذا الشيخ الرائع، حتى في الغرب إذا ذهب والله يوقروه ويقدروه حتى وهم كفار. قسما بالله هذا لو يدخل بس هذا النور الذي في وجهه والهيبة التي عليه، يقف النصراني والفرنسي والأوروبي احتراما وتقديرا لهذا الشيء وهم كفار. إلا هذا المجتمع الغريب والعجيب، لا عندهم خطوط حمراء ولا عندهم حشومة ولا عندهم عيب، لا يوقرون عالم ولا شيخ ولا امرأة ولا كبير ولا رب ولا دين ولا ملة. هم رع منطلقون في هذا الكوكب، أين ولدوا، أين ترعرعوا، أين تربوا، من أين رضعوا. معقول رضعوا من أمهات هذول؟ شيء في منتهى الفظاعة، شيء مقزز. لا يقيمون وزنا لا لعرض ولا لشيخ ولا لامرأة ولا لمحصنة ولا لدين ولا لرب ولا لعقيدة. ويعني وصلوا مواصل يا إخواني لم يصلها حتى من ليسوا مسلمين. اليوم إذا أخذت حتى واحد من أي ملة أخرى لن تجده لا يسب ربك ولا يسب أمك ولا يلغو في عرض ويعني مشايخ كبار. لذلك أنا احتراما لهذا الشيخ الوقور الشيخ محمد الحسن ولد الدودو، وهو موريتاني لكنه عالمي، الرجل له مكانته في جميع أقطار العالم. أنا أتضامن معه لأنني من المحبين له ومن تلاميذه أيضا، دائما أستمع إليه، كلامه جميل وعميق ومتوازن ورائع، ورجل لا يخاف في الله لومة لائم ويصدع بالحق، ويعني وقور وله هيبة. ما الذي حصل؟ ربما بعضكم لا يعلم ما الذي حصل، وحتى أنا والله ما كنت أعلم حقيقة إلا البارحة. إنه في مغربي، هذا الذي أنا عرفته، وإذا في أشياء مثلا لم أعلمها أنتم ممكن تبينوا لنا هذا الأمر. مغربي يسكن في مدينة العيون المغربية، عنده عرس، تزوج وهو من محبي الشيخ. اتصل بقى يا شيخ أنا أدعوك للعرس. أين العرس؟ في مدينة العيون. حجزوا له التذاكر، أخذ نفسه الشيخ وذهب إلى هذه الأسرة، إلى هذه القبيلة المغربية في الأقاليم الجنوبية في مدينة العيون، وذهب وحضر المناسبة ومشى. وتقوم لك المرادية، أطلقوا الغربان والزنزان والذباب واللاب والغربان على هذا الشيء. أوه، قامة دينية، رجل دين يزور العيون المحتلة. وش بيقول؟ وش انتوا بعقولكم، انتوا بكامل قواكم العقلية؟ الرجل جاءته دعوة لحضور عرس داخل مدينة العيون. صاحب أنتم عليكم إذن أن تقولوا لصاحب العرس لماذا تقيم عرسك في العيون المحتلة؟ فبدأوا يلغون في الرجل، عالم ديني ودين، وكيف تزور مدينة محتلة وأنت هنا ضربت بتضحيات البوليزاريو، أنت هنا يعني تجاوزت حد وأنت شيخ علم، وما كان ينبغي لك أن تزور مدينة العيون، هذه المدينة التي ضحى من أجلها ما كان باقي شوية ويقولوا 1,000,000 شهيد، 1,500,000 شهيد، والله ما أستبعد.
انه يطلع ابراهيم غالي يقول نحن ضحينا ب1.5 مليون شهيد من اجل العيون هذه، والمدينه محتله. المحتله بيقولوا لها والله يا كلاخ، كلاخ تبوني لا ينافسه أحد. أرى رجل الهامة الدين الإسلامي، الرجل الموريتاني، يزور مدينة محتلة ويضرب عرض الحائط بتضحيات الصحراويين وشهداء الصحراويين والعذاب الصحراوي، وشغلوا لك اسطوانة يا صاحبي، وطلعوا الرجال مذنب رغم أنه لا علاقة للجهات المختصة في المغرب، ولم يأتي لا بدعوة رسمية ولم تدعوه المغرب. الرجل دعي إلى عرس في العيون، ذهب وتعرس وصافي. ويا ريت أنهم حتى انتقدوه بأدب وباحترام. قال لك مدينة العيون المحتلة، محتلة في راسك أنت، راسك المربع. أنت مفكر أنه إذا أنت تعتبرها محتلة أنه على الناس أن يعتبروها محتلة؟ لا 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 يا روح أمك، ما في هذا الكلام. هي محتلة عندك أنت، هو عقلك المربع وراسك المربع وتفكيرك الضحل وغبائك الفطري يعتبرها محتلة. ليس بالضرورة أنه إذا أنت تشوفها محتلة أنه لازم سعد الشرعي يشوفها محتلة، وولد الددوي يشوفها محتلة، وجميع الناس يشوفوها محتلة. لا يا روح أمك، هذا شأنك أنت. إذا راسك مكلخ، وإذا أنت غبي، وإذا أنت ما تفهمش، وإذا أنت عندك عسر فهم وعندك مشاكل نفسية وترى العيون محتلة، فلتراها محتلة ولا مختلة، وفكر كيفما تشاء، لكن تفرض إرادتك وتفكيرك على الآخرين وتحاسب الناس على هذا الأساس، لا يا روح أمك. لا 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 لا, لا أيها التبوني، أنت شوفها محتلة، شوفها ما تشاء، لكن لا تفرض على الآخرين هذه الإرادة التي أنت تريدها. أنا لا أراها محتلة، الشيخ ولد الددو لا يراها محتلة، كل البشرية من الأسوياء العقلاء لا يرونها محتلة، أهلها الذين يسكنون فيها من قبائل الرقيبات وأولاد بالسباع وبقية القبائل الصحراوية لا يرونها محتلة. أنت تراها محتلة، ده شغلك أنت، شغلك أنت تحاسب الناس على قناعاتك أنت، هذا تفكيرك وهذه قناعاتك أنت. اضرب راسك عرض الحائط، اشرب المحيط الأطلسي، اشرب لك البحر الأبيض المتوسط، لكن إنك تحاسب كل من يزورها على قناعاتك أنت، لا يا روح أمك. من تكون أنت؟ شكون أنت؟ كم تكون أنت في أرض الله الواسعة؟ ومن قال لك أننا نعتبر ولا الشيخ الددو ولا أي زائر لمدينة العيون يفكر فيك أنه أنت كيف تفكر وأنك تراها محتلة وغير محتلة؟ أنت تروح في 60 داهية. فقط نطالبكم عندما يكون الطرف الآخر والرجل وقور وهامة دينية وواجهة علمية ورجل محترم هكذا، تتأدبوا شوية. أدب أدب، على الأقل أدب. على الأقل عندما تتعاملوا مع الرجل تتعاملوا معه باحترام وبأداب، وحتى لو كان لكم عليه مآخذ تتأدبوا. لكن الذيل الأعوج ما ينعدلش. شفتوا مثل ذيل الدق، ذيل الدق، الدق أعوج. شفتوا الذيل حق هو هكذا أعوج، ما عاد ينعدلش. تعدلها ممكن تمطها هكذا، تاخذ صغير هكذا وتمط الذيل حقه هكذا تتعدله، يتعدل بس بعدين ينعوج مره ثانيه. هم هؤلاء البونيه للاسف الشديد ما ينعدلوش، والله العظيم ما ينعدلوا، لدرجه ان انا مقتنع يا اخواني انه هؤلاء البشر لابد لهم من اعاده تربيه من والى من جديد، كيف يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويحترمون المراه ويحترمون العرض. والو حتى هذا الرجل والله ما سلم منهم ولا من ألسنتهم ولا من تهكمهم، واعتبروا عميل للمخزن وأنه ذهب المحتلة والرجل ذهب في مناسبة عادية جدا جدا ليس فيها أي شيء يدعو إلى مسألة الشيء. أنا أعلن التضامن مع الشيخ ولد الددو، هو الذي أخافه من الموضوع ما هو، رغم أنني متأكد ومتأكد 100% لأني هذا الرجل أثق فيه كثيرا. هذا الشيخ الوقور ليس له أي دوافع سياسية في الموضوع. الشيخ ولد الددو عادي ذهب لزيارة مدينة مغربية
وليس في باله أي بعد سياسي. محبيه دعوه إلى العيون فزار العيون بس، لكنهم يخافون من شعبية الرجل. شوفوا الرعب، شوفوا الرعب الذي يعيشونه، شوفوا الكابوس الذي يعيشونه. كلما زار هذه مدينة العيون شخص مؤثر هكذا يرتجفوا، يرتعدوا، يخافوا، لأنهم يعلموا أن هذا الرجل دون أن يعلم بأن يطأ مدينة العيون يعني أعطاها، هم هكذا تفكيرهم، أنه أعطاها شرعية وأنها ليست محتلة وشيء من هذا القبيل. أولا نعلن التضامن، أنا شخصيا أعلن تضامني مع هذا الشيخ الوقور، ونقاش اليوم هو يدور حول من عنده معلومات عن زيارة الشيخ وأين هو الآن، ومعضلة أن هؤلاء القوم لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا، ولا عندهم حدود ولا عندهم خطوط حمراء ولا عندهم شيء. وإن شاء الله نسمع موريتانيين يقدرون هذا الرجل، وهو مقدر في كل مكان حقيقة. لا يمكن أن يتطاول على هذا الوجه الوقور إلا إنسان لئيم. أستاذ اللغة العربية، الله يستر، تفضل. يزيد الله من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا هذه القصة التي تطربنا بها اليوم، شخصيا أنا كجزائري لم أسمع بها إلا من عندكم، سنتأكد من صحتها، لأنه سواء في الفيسبوك أو في التيك توك أو اللايف يتكلم عن هذه القضية، لم نسمع بالقضية ولم نعرفها ولم نراها، لأفاجأ بها اليوم أسمعها عندكم. لا إشكال. هذا الرجل شخصيا لا أعرفه، وإن كان من الدعاة الإسلام فحفظه الله ورعاه. لا أنت جزائري لا تعرف محمد الحسن ولد الددو؟ لا أعرفه. نعم لا أعرفه. وتعرف الشاب خالد، وأعرف أيضا الحوثيين، أعرفهم أيضا. ولا تعرف أنت لا تعرف. لحظة الله يرحم لك الواد، لا تصدمني. يعني أنت مسلم جزائري تتابع ومعنا موجود معنا في كوكب الأرض، لا تعرف الشيخ محمد الحسن ولد الددو؟ لا أعرفه أخي الكريم، أعرف الشيخ فركوس فقط. ممكن؟ الشيخ من؟ فركوس، لا تعرفه؟ شكون هذا الشيخ فركوس؟ إذا أنت في كوكب الأرض ولا تعرف الشيخ فركوس؟ غريب الأمر. شكون هذا؟ جزائري؟ طبعا ابن بلدي، اسمه الشيخ فركوس. نعم، حفظه الله ورعاه وأطال في عمره إن شاء الله. آمين. اللهم. طيب ما رأيك في من يتطاول على هذه القامات العلمية؟ هذا اسم الشيخ حقهم اسم فاكهة ولا اسم آدمي؟ والله انه اسم بني آدم يا أخي مصطفى فركوس، اسم بني آدم. يعني سبحان الله، يعني أنت تلوم من يستهزئ بهذا الرجل وهو من دعاة الإسلام، وتستهزئ الآن بالأستاذ والشيخ فركوس فقط. لا ما استهزأت. احنا عندنا الفركوس عندنا والله فاكهة، فركس وفركوس فاكهة، ما أقصدش على حاجة استهزاء. أي عالم على راسي. لا الاستهزاء بالأسماء عيب. يا أخي الشيخ فركوس أي عالم على عيني وراسي، أيا كان أي دولة. لكن المسألة فركوس هذه عندنا اسم فاكهة. طيب لحظة يا مصطفى، اصبر يا مصطفى. تكلم مع الفاكهة. طيب صافي تمام. نعم. لا خلاص. الأخ اصبر يا أستاذ. اصبر. السلام أستاذ، هل هذه أخلاق اليمنيين؟ هذه هي أخلاقكم؟ أخي هو تساءل هكذا. هذه هي أخلاقكم؟ يا أخي عفوا يا أخي، بعتذر منكم. هذه هي أخلاقكم؟ يا أخي سد المايك يا علي، خلونا نتفاهم يا جماعة. نحن صلبية الحوثيين هذه. يا أخينا قفل الميكروفون، الله يرحم أبوك، قفل الميكروفون. نحن نرفض لا الإساءة لا للفركوس ولا للشيخ ولد الددو. أي عالم من مشايخنا الكرام نقدره ونجله على رؤوسنا حتى وإن اختلفنا معه. الأخ مصطفى لا أدري هل السؤال بريء ولا ملغوم، لكن لا والله أنا سألت استغربت. مصطفى اصبر والله ما أعرف إن في فركوس شيخ وأنا أعتبرني فاكهة. لا خلاص، أتمنى أنك، لأنه ذحين بيتحسسوا، لأنه هذا عندهم
عندهم شيخ كبير، لأنه أنا أعتذر لهم جميعا، أعتذر لكل جزائري وأعتذر لكل مسلم، ما عندي أي إشكال. عليكم. شوفوا هذه أخلاق اليمنيين، إحنا عندما نغلط نتراجع، مش مثلكم أنتوا تأخذكم العزة بالإثم. شوفوا كيف قال اعتذر للجزائريين بكل أدب وبكل احترام. يعني هو هكذا حس هكذا أن الاسم، وفكرنا الأخ يمزح. لكن عموما الشيخ فركوس على عيننا وراسنا، والشيخ ولد الددو على عيننا وراسنا. لكن يعني أن يوجد أخ جزائري يعرف القديس أوغسطين ولا يعرف ولد الددو، هذه كارثة، هذه مشكلة، هذه مشكلة يا صاحبي. حبيبي اسمك بعيد يا أخي، صوتك بعيد، صوتك بعيد. أنك أخي يمني وتعيش في دولة المغرب ولا تعرف الشيخ فركوس، فهذا بالنسبة لي عار عظيم. فهو شيخ معروف جدا إلا لمن أبى. المهم لو قاطع الأخ اليمني، لو قاطع في مكان إعلامي مصطفى كان جزائري وقاطع بهذه الطريقة، هل كان سيكون ردك بهذه الطريقة؟ لا أعتقد. إذن تظهر مستوى النقاش عند منصة الشرعي، وكيف تحابي فلان حسب الجنسية. لأنه لو جزائري قاطع لقلت قلة أدب وقلت كذا وكذا، على الرغم أنه ما فعله الأستاذ لك واسع النظر أن تكمل الجملة. الأمر الآخر، تكلمت عن أخلاق الجزائريين، سبحان الله، وأنت تعيش في لا لحظة. أنت أستاذ في اللغة العربية، وأنا لم أتحدث عن أخلاق الجزائريين. أنا قلت التبونيون، من يوالون هذا. وأنا من التبونيين، وأنا منهم. أنت حر. جيد. أيوة. لماذا لم تتكلم يا أخي أسعد الشرعي وأنت تميل إلى حبك وإلى هيامك لدولة المغرب الشقيقة عن الصراع الذي كان البارحة بين الجيش الملكي ليس موضوعي، ليس موضوع المغرب، ليس موضوع السروال داخل، ليس موضوع السروال داخل الملعب. أين كنت؟ تأدب شوية. والموضوع ليس المغرب. الدودة المغربية هذه جمدوها على جنب. الدودة التي تنتابكم المغرب ليس موضوعي. أنا موضوعي الشيخ محمد ولد الحسن الددو الموريتاني زار مدينة العيون، فأطلقتم أبواقكم للنيل من هذا الرجل، وأنه زار مدينة محتلة، وكيف تجاوز على الشهداء والجرحى والمدري إيش. لماذا لا تقدرون وتجلون الهامات العلمية والواجهات الدينية؟ ولماذا تتعاملون مع الناس بإرادتكم أنتم؟ أنت جزائري ترى العيون محتلة، هذا شأنك أنت، لكن لا تحاسب الناس على قناعاتك أنت. نحن هذا موضوعنا، اترك المغرب. أي مغرب؟ موضوع ليس المغرب إطلاقا. يا رجال أنتم بكل الجيل الذي كان في عباسي مدني، كان علماء الدين والمشايخ العشرية السوداء بالاسم. عباسي مدني نفسه لو طلتموه لما بقي على قيد الحياة، ولمات في 92 أو 93 في بداية العشرية، لأنه دخل في الانتخابات وفاز في الانتخابات. بدل أن تخرجوه من الحياة السياسية أخرجتوه وحزبه من الحياة الدنيا. إيش يعني أنتوا ربما على المستوى الشعبي، نعم أنا أعرف الجزائريون. لحظة يا أستاذ حميد، خليني أوصل لك الفكرة يا صاحبي، أوصل لك الفكرة. يعني أنت بتضحك على من؟ أنا بتضحك على من؟ إحنا مطلعين وفاهمين حتى تركيبة النظام عندكم. أنت كحميد أو هذا علي الجزائري أو أي جزائري، أنا لا أشكك فيكم حقيقة. أنا أراكم شعب مسلم وإلى العروبة ينتمي، وتحبون المشايخ، لكن نظامكم الذي تقول جاء ومشوا فيه وزراء، أصلا نظامك شيوعي من حيث الأساس، له خصومة مع الدين برمته. أنت مفكر أنه الذين يحكمونك في العسكر هذول الأنصار والمجاهد خريجين موسكو والصين وفرنسا، أفكار شيوعية مثل الذي كانوا يحكمون في جنوب اليمن، لا إله والحياة مادة، معظمهم ملحدين أصلا من حيث الأساس، عندهم خصومة مع الدين، فما بالك برجال الدين. وأنت تريد تصور لي على أنه كان مرحب بهم؟ يا رجال صلى على رسول الله. أنت طيب خليني أكمل وبعدين أنا نزيد نعطيك يا صاحبي. إحنا بنحاول نظام شيوعي لا علاقة لك علاقتك بالدين خصومة دائمة. الشيوعي يرى الدين أفيون الشعوب،
يرى المتدين رجيم متخلف همجي، كل هذه الأوصاف فيها. ولذلك قتلهم قتل عاد وثمود في العشرية السوداء، وعلى من بتخبي انت. هذا بالنسبة. أما هذا محمد الحسن الددو، خليني أقول لك بهذا مقال على لماذا أنتم خشيتم من زيارته، رغم أنك الآن قدامي بترحب وأنت تعلم أنه السواد الأعظم من ساكنة المخيمات في تندوف موريتانيين، وهذا الرجل كما قال أحد المتداخلين البارحة له أثر أكثر من الرئيس الموريتاني نفسه. فبالتالي زيارته لمدينة العيون ستهز هؤلاء الساكنة. هي هزتكم أنتم وهزت البوليزاري وهزت الكل، رغم أنه راح يحضر عرس صلة رحم ربما من أبناء عمومته، أو ربما يسكنون في مدينة العيون.